مليار مبروك تأهل منتخب مصر للدور نص النهائي من بطولة كأس أفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار 3-2 في الدور ربع النهائي. الحمد لله كابتن حسام حسن عمل كل اللي قلناه بالظبط، قدر ان هو يقفل الاطراف بشكل اكتر من رائع ويستغل كمان المساحات اللي في ظهر جسلان كونان الظهير الايسر لمنتخب كوت ديفوار، واللي قدر محمد صلاح النهارده انه يسبب خطوره كبيره جدا في ورا ظهره على طول. المنتخب قدم مباراه تكتيكيه اكتر من رائعه، لكن في شويه تفاصيل بسيطه نتمنى ان احنا نتجنبها في ماتش السنغال. احنا بنعاني جدا جدا في الكرات العرضيه، سواء الكرات العرضيه الثابته او الكرات العرضيه المتحركه. لك ان تتخيل ان منتخب مصر سجل في مرماه 4 اهداف، الاربعه من كرات عرضيه، 2 منهم من كرات عرضيه متحركه و2 النهارده من كرات ثابته. اتمنى كابتن حسام حسن يعالج المشكله دي، خصوصا المشكله دي كمان كانت موجوده في المنتخب قبل البطوله، وفي وديه نيجيريا اتسجل في مرمانا هدف نسخه طبق الاصل من الهدف الاول لكوت ديفوار. ان شاء الله نقدر نعدي السنغال يوم الاربعاء ونوصل النهائي ان شاء الله.